ولدي عنده جوج الاجازات، وعنده في موريال باه لاباس عليه وخلص عليه وقراه في الخارج. يلا نعم، ولدي عنده جوج الاجازات، وعنده في موريال باه لاباس عليه وخلص عليه وقراه في الخارج. كبيرة، ولكن هي حسرة. رئيس الحكومة شفنا هذيك النهار في المؤتمر ديالو كيقدم لنا الناس ديالو وكيتحاج مع بن كيران، وحنا أول دولة اجتماعية في إفريقيا، وحنايا بلا ما نتسناو 26 حنا من دابا. كيقولك حنا من دابا سيدي باقا، وكل نهار كنغلبو تطلع لنا في الغلوبات. قالك طلع لنا في الراس. هذا أخنوش الخطبة ديالو ديال داك النهار. قالك حنا بلا ما نتسناو زعما حتى 26 حنا رحنا من دابا. الانتصارات طلعت لنا قال لك في الراس كاع صافي حتى هادشي يطلع لنا في الراس بلا ما نتسناو 26. واحد كيتكلم في هذا النهار واحد الذكرى حزينه ديال العام على الزلزال والاحداث ديال الهجره كذا كتوقع. الهضره ديال هذا في اليمين، الشعب في اليسار. ملي غادي يجي ينقز لنا هذا بغيتاس غادي يهضر مع الشعب كانه وزير الداخليه ديال دريس البصري، والطريقه كيفاش كيهضر ومعبس بحال زعما ما عجبوش الحال. عند بالو زعما ما نعرف ربما مقلع عند بالو بحال الشعب صايب هادشي باش يعكر لهم الصفو. ودابا هادشي اللي كيقول لهم داك العقل، لانه الثقافه السياسيه ديال الناس اللي كيكونوا الفوق راها مع المده كتوصل على هذا المجتمع. كتلقى مثلا المجتمع كيغلي في وسائل التواصل الاجتماعي، والاخر اش كيقول له؟ الاخر كيقول له هذيك هضره الفيسبوك. كتلقى مثلا واحد الحدث مثلا بحال الهجره ظاهره فيها الياس، فيها التخلف، فيها العجز ديال الحكومه، فيها العالم القروي الدقدق 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 مره فيها بزاف ديال العوامل. بالاضافه غادي يكون استغلال ديال الخصوم، بالاضافه لكذا هو ما غادي يشوف داكشي الا تحريض وتفاهموا داروا جرائم ودخلت العداله ودخل الامن وطفى الامور وجمعوا طوي. هكا كيشوفوا الامور هما. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الجديد غادي نتكلموا على ليلة الهروب الكبير. الدول عادة خصوصا ملي كتكون كتعيش لحظات الأزمات أو لا لحظات تحولات غير منتظرة بمثل في هذه الأحداث، مثل هذه الأحداث كتوقف عدة وقفات. ديك النهار في آخر فيديو كنت تكلمت وقلت انا ودي بانه هذا الشيء اللي وقع دابا ولله الحمد الدوله غادا تسيطر عليه وغادا تسلك الامور باش ما كان في جميع الحالات، ولكن القادم راه اشد وما يمكنلكش توقعه. علاش؟ لانه العالم كله دابا تحت الضغط ديال واحد المجموعه ديال التحولات، واحيانا كاينه بعض الانظمه ما بقاتش كتحكم في الاوضاع ديالها لانه الازمه فوق المتصور. وقلنا بانه كل دوله حاليا دابا القارب النجاة ديالها الدستور ديال باش تحافظ على راسها، ما عندهاش شي طريق اخر. يعني دولة لهي مثلا بنادم في الرياضه ولا لهي في الكره ولا تبقى تقول والو، ما عندهاش. الدستور باش تبقى هو الخيرات ديالها، تحسن التصرف فيها وتقسم الثروات وتقلص الفوارق، والساحه الداخليه تلبي الموارد المحليه، والفلاحه ديالها تغطي الموارد المحليه ديالها، والخيرات تحافظ عليها ولا عندها شي ماء ولا عندها شي بنادم ولا عندها شي حاجه، ويكون الانصاف. هذا هو الدستور حاليا ديال كل دوله باش تسلك في هذا الشيء اللي جاي. وهذا الشيء اللي جاي راه حتى شي حاجه للاسف ما كتبشر بانه شي حاجه مزيانه جايه. شحال هذه مثلا ملي كنا كنعيشوا مثلا في ديك التسعينات والسبعينات والثمانينات
دائما مراكز الدراسات ودائما البحوث العلميه ودائما كان الامل ودائما غادي يكونوا كشوفات وغادي يوقع وغادي يوقع وغادي يوقع وغادي يوقع. دائما كنعقل ملي كنا كاع باقي شباب من بدايه ديال الثمانينات دائما كتسمع غادي يوقع وغادي يوقع والخير والسعاده جايه وما نعرف شنو. حاليا دابا ومنذ سنوات خصوصا منذ كورونا حتى شي مركز في العالم ما ولا كيتنبأ بشي حاجه مزيانه جايه، حتى شي واحد. الاكثر من ذلك العالم ما بقاش مهتم بديك المسائل ديال سميتو ديال الا بغينا نقولوا مسائل تكميليه السيطره، وبانه غادي يتقدم في التسلح وغادي يتقدم في الطيران وغادي يتقدم في الاقمار الصناعيه. شفنا العالم كله دابا ولا كيهضر غير على الظروف المعيشيه، حتى شي حاجه ما كتبشر بالخير. واخا وكنا قلنا ودي بان هذا الحدث راه خص بنادم يرد بالو منه. علاش؟ لانه يقدر يكون قنطره نحو احداث اخرى. هذا هو اللي بنادم خصو يرد بالو منه. لان الهجره انا جاي لكم باش نتكلم لكم على الحكومه ديالنا ما حد الكوارث كتجي وتهي عاوتاني كتواجه بكوارث. الناطق الرسمي اليوم قاعدين كنستناو شنو غادي يقول على هاد الاحداث، وكاين احتباس وكاين شباب يائس وكاين فقدان الامال وكاين بنادم مفصول على الواقع ديالو وكاين هروب على الاحزاب السياسيه وكاين برلماني باقي كيطلع ب 6.67 ولا 65 في العاصمه، دائره تشريعيه ما عرفت شحال فيها 170 وكاين في الاخر ملي غادي نوصل هاد النقطه غادي نشوفوا 2 دقائق اللي غادي يخصصها لهاد النقطه غادي يتكلم. وانا راه كنقول الحقيقه الكلام ديالو يشبه الكلام ديال شي انسان ديكتاتوري ولا شي انسان امني، او اللي كيشبه الكلام ديال دريس البصري في ديك الثمانينات والسبعينات. انتم غادي تشوفوا وبيدكم وليو تصنتوا وحيدوا بيتاس من الصوره وعطيو على الودن. غادي تعتقدوا بانكم كتصنتوا الوزير الداخليه يهدد. ماشي هذا اللي عندنا دابا الفتيت لا داك الشيء القديم اللي كان دريس البصري ملي كان كيهدد وراه كاين محرضين وكاين كذا واعتقلنا كذا وكذا وحلنا على النيابه على كذا كذا وتفتح بحث قضائي كذا وكذا وبانه يتم هذا الكلام نفسه اللي سمعناه اليوم من عند الناطق الرسمي باسم الحكومه، باش تشوفوا في المخيله ديال هاد السياسيين اللي قاعدين كيحكموا كيفاش كيتصرفوا معنا، وفي لا شعور ديالهم شي مره كيغلب على الكلام ديالهم باش كتشوفوا الكلام ديالهم فيه بعض العدوانيه. حدث بحال الهروب الكبير ملي غادي تجي العباره ديال رئيس الحكومه الناطق الرسمي للحكومه باش يتكلم عليه غادي يتكلم على مجموعه احداث اجراميه وقعت وشدينا كذا وكذا وشدينا كذا وكذا وعدد المحرضين كذا وكذا، والهجره ماشي مساله عاديه موجوده بجميع الدول، وهذا مشاو للحبس وهذا تفتح به بحث قضائي وهذا كذا وهذا كذا وجمع طوي. كيف قلت لكم بالنسبه لهذا الحدث اللي وقع، انا الجديد اللي خصني ننبه ليه كيف كنقول لكم دائما ماشي هو هذا الشيء اللي وقع، هو رد بالك لداك الشيء اللي جاي، وما تكونش نفس العقليات بدات تعاودها لنا الحكومه ولا هاد بيتاس ولا هاد الناطق الرسمي بالحكومه ولا هاد فهمتي العقليه اللي كيشوفوا بها المجتمع. دابا العالم كله دابا داك النهار ملي شفنا داك الحدث دابا غير حنايا المغاربه كاملين يعني صحفيين مهندسين خدامين فلاحه الناس مساكن في ديورهم الامهات كلشي في العالم اللي في المغرب اللي في خارج المغرب ملي تبعوا دوك الاحداث كيفاش كانوا كيعبروا عليها. كلشي كيتحسر، كلشي يعني مألم، كلشي كيتكلم على الازمه، كلشي كيتكلم على الاستفزازات ديال رئيس الحكومه، كلشي كيتكلم كيقول لك ودي بانه سبل العيش، كيتكلموا على الكرامه، كيتكلموا على كلام بدل يعني المغاربه كاملين، وكلشي كيتاسف. طبعا كلشي مع المخزن كيقول لك القوات العموميه الا تقاصات ولا شي حاجه ما خصهاش يتقاص، وكلشي كيقول لك ودي بانه ملي غادي جاي
الناطق الرسمي باسم الحكومه غادي يتعامل مع بانه الناس اللي شاركوا في ديك الاحداث واللي كانوا والضحايا ويجمع كل شيء ويطوي، وغادي يوصف لنا واحد مجموعه احداث اجراميه وقعت فوق واحد الخشبه، وهذيك الخشبه كانوا فيها محرضين وكانوا فيها ممثلين وجمعوا طوي. صح هادشي اللي غادي يبدا يوصف لنا. واه قلت لكم انا اللي خسرت بالو منه في هذه الظروف هو التحسب بالمستقبل. الهجره واش توقف؟ راه ما غاديش توقف. هادشي اللي وقع دابا راه كاين اللي تسنى يومين تبرد الامور وصافي ويكمل حياته العاديه، ولكن راه كاين اللي ما شافش في ذاك الامر هكاك. لا، راه دابا نقدروا نكونوا حنا مثلا المغاربه بالنسبه للسلطه دارت المسائل، دارت كذا دارت كذا دارت كذا، ولكن قلت لكم هذه الهجره راه مشكل عندها بعد دولي. وصبليون راه ما خصهمش عاوتاني يبقاو يدوخونا غير بهاد الهضره اللي دارت هذه يومين ولا ثلاثه. المغرب مزيان والمغرب كيطاكي، المغرب كيكالي، المغرب خدام زوين، المغرب خدام هادي، المغرب خدام هادي، المغرب هداء صافي وصافي بارك تبرد. الا جيتي عاوتاني نفتحوا عاوتاني الاسئله ديال الصراحه، الاسئله ديال الصراحه. هاد الهجره هذه اللي كتجي من افريقيا ومن الدول ديال افريقيا وكتجي من هذيك النتيجه ديالاش ماشي هذيك النتيجه ديال التصرفات وافعال الدول الاستعماريه اللي منها فرنسا ومنها اسبانيا ومنها ايطاليا ومنها كذا. هذيك راهم ضحايا ديال السياسه ديال هاد الدول اللي قاعدين دابا سادين عليهم معرضاتهم في اوروبا وواكلين شاربين وحامدين. السياسه ديالهم وخاص المساهمه ديالهم تكون اضعافا مضاعفه من اجل هاد الظاهره تكافح، ماشي نو ديال المغرب بوحدك دكاجه وصافي وانت رجع اللور. لا، الامور يعني حنا كنطلبوا من الخارجيه ولا وزاره الخارجيه ولا شي حاجه يعني في الكلام ديالهم ينبهوا لهاد الامور هذه، ينبهوا بانه هاد التحولات يعني راه كتفرض المغرب اضعافا مضاعفه من الجهود. هذا مجال بوحده. دابا راه نهضروا غير حنا مع بيناتنا المغاربه ديال كيفاش المغاربه شافوا هذه الظاهره وقاعدين كيتالموا وكيتحسروا. اولا بخصوص الصوره اللي تكلمتوا عليها، هذه الصوره هي موضوع بلاغ للوكيل العام لمحكمه الاستئناف بتطوان، وهي موضوع تحقيق من طرف الاجهزه القضائيه المختصه. الموضوع بشكل عام اللي تكلمتوا عليه، بدايه نأسف لما حدث، وكيف ما كتعرفوا كيعرف الرأي العام بأن هذا الموضوع بأن الإشكالية ديال الهجرة هي ظاهرة متواجدة في مختلف الدول، وهذا الموضوع نراه يتكرر في مجموعة كبيرة من الدول. وارتباطا بالموضوع ديال الأسئلة للأسف يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتعبئتهم، وفي إطار محاربات دعوات التحريض على الهجرة السرية أو لا غير القانونية، تم تقديم 152 شخصا أمام أنظار العدالة. هذا بخصوص موضوع التحريض. تم إفشال كل محاولات التحريض على الهجرة القانونية غير القانونية، التحريض على الهجرة الغير القانونية. تم 152 شخصا أمام أنظار العدالة. تم إفشال كل هذه المحاولات، وشكل عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير القانونية ما يناهز 3000 شخص. في هذا الصدد لا بد من التنويه. وكيفاش الحكومه كتكلم لينا ماشي على ظاهره خطيره خصها تجمع راسها عليها، لا، كتكلم على مجموعه احداث اجراميه وقعت. ما كيقولكش يا ودي ديك السياسه ديال دوخ بنادم بالكره راها ما سلكاتش، ما كيقولش ودي راه هاد الاجيال اللي طالعه راها مصيبه كارثه. مازال الاجيال القديمه ديالنا حنا الفوق، الاجيال القديمه نقولوا هادو كانوا في الاحزاب وكيتيقوا وكيدخلوا العمل الجمهوي وشي هاز الفكر الماركسي وشي هاز الفكر ما عرف كيفاش داير. المهم الاجيال القديمه وكانت كتثق
وكان ما حد انتخابات غادا والشعب متبعها وكيتسناو يطلع هذا الحزب ولا هذه الكتله ولا هذا الوفاق. المهم كانت اللعبه بعدا كانت كتشغل واحد المجموعه ديال عباد الله، وكانوا دوك الشخصيات زعما اللي مشهوره اللي عندهم امتداد جماهيري كيطلعوا في الانتخابات والشعب متبعهم. في الاخر ملي كيشدوا البلايص كيبقاو هما يكالميو الشعب. هادشي داز ملي كان الناس كيهتموا بالسياسه. السياسه كانت عاده واحد الوظيفه انها كتكالمي بنادم وتهدا كلشي كيستنى. اولا مثلا كتكون شي حركه نقابيه في المغرب كله، الناس صافي كيبردوا قال اش كاين، قال لك خاصهم راه كيتفاهموا مع الحكومه. المهم كيدوز داكشي مع الحكومه، من بعد كيوليو دوك الناس المناضلين الكبار الصحه كيبقاو هما كيبردوا الخواطر. المهم الامور غادا. هاد الاجيال هذه اللي طالعه ما متوقعش للسياسه، ما عندك ما يعني شنو هي الحاجه اللي تنفع معها باش تقنعوا انه يبرد ولا يتوقع ولا يتسنى ولا حتى حاجه، لانه صافي السياسه صافي ولات بالنسبه ليه غير لعب. وباقي كنعاودوا نفس الحوايج، وكيطلع لنا في العاصمه واحد ب6.65 وكينوض عاوتاني كينوض زعيم الحزب ديالو كيبدا يفتخر به، وراحنا قاعدين كنفتخروا وراحنا قاعدين كنديروا افريقيا رقم واحد دوله اجتماعيه، وراه حنايا شي حاجه وخصنا نرقصوا ونشطحوا. كيف قال ديك كنظن البرلمانيه معاهم ولا شي حاجه عندهم شي برلمانيه كتبت قالت لك خاصنا نفرحوا ونشطحوا ونرقصوا وحنا اللي يجي معنا. المعنى ديالها قلت لهم ودي حنا يجي معنا الرقص والشطيح والمسائل والنشاط، ودوك الخصوم هما اللي يعيشوا غير في الكآبه والمسائل. يعني في ذاك النهار نسبه العزوف حتى هي 94 كذا كذا، وكيطلع برلماني وحنا قاعدين كنفتخروا. هذه واش داكشي هادشي كيبشر بالخير؟ لا يبشر بالخير. انا قلت لكم الاجيال اللي دازت المهم سلكات مع الظروف مشات، ولكن هادو اللي طالعين ما غاديش تسلك معهم نفس الظروف، لانهم السياسه اللي كانت كتلهي بنادم وكتكالميه ما بقاوش كيتيقوا، ما بقاو كيديروا حتى شي حاجه، ما بقاوش كيتصنتوا. وديك القضيه ديال مثلا الرياضه والمسائل اليوميه، الكره ماتش طلع هنا طلع عود، التيران الفلاني ما شحال مليار، التيران الفلاني ما شحال مليار، التيران الفلاني شي ملعب عاوتاني ما نعرف الهوكي ولا ما نعرف قال لك شي 100 شي 13 مليار ولا 100. المهم تخلطوا داك هنا راه ما سلكاتش. بينما العقليه ديال الاحزاب ديالنا وديال الحكومه ديالنا ورئيس الحكومه ديالنا والعقليه كيفاش هانتوما شفتوها نفس الاخطاء قاعده كتعاود بالعربيه. كيف قلت لكم ذاك النهار معتبروا بان هادشي اللي قاعد كيدوز معتبروا بحال الى هادوك عالم مدوخين، عالم داويخ، هما اللي باقي زعما متبعين هاد الاخبار وهاد الفيسبوك وهاد، رغم انهم هما اول واحد كيخدموا. دابا مثلا التجمع الوطني للاحرار اخنوش كيخدم هو الوسائل التواصل الاجتماعي خدام به، ولكن بالنسبه للشعب اللي كيسمع شي حاجه ماشي هي هذيك ما كيعتبرهاش كلام ديال الشعب، ما كيعتبرهاش كلام ديال الشباب، ما معترفش بكلام الشباب. كيقول لك هذيك الهضره غير ديال الفيسبوك، هذيك الهضره غير ديال الزواق. نرجعوا للبيتاس. بيتاس هذا في الكلام ديالو الملخص ديالو قال لك اودي بانه الهجره عاديه في كل دوله، وهذاك داكشي اللي وقع النتيجه ديال التحريض بوحدو، والدوله شدت ما عرفت شحال من المحرض 150 ولا ما عرفت شحال شدتهم. وديك الصوره ديال دوك الشباب اللي بينوهم مشدودين، هذا قال لك ودي راه كاين بحث قضائي وصافي وجمع طوي. قلت لكم بحال اللي تكلم لينا على واحد اليوم في واحد الساعه وقعوا فيها واحد المجموعه ديال الجرائم ودباز وكذا وكذا، والدوله جات وجمعات داكشي اللي غادي يتجمع ودارت التحقيق هنايا وشدت المحرضين وشدت كذا وشدت كذا وشدت كذا واختصروا عجل المشكل هنايا. هذا رئيس الحكومه، هذا رئيس الحكومه، مع انه المشكل يفترض انه كان رئيس الحكومه هو بيده يهضر ملي كتكون شي حاجه اللي هي كبيره، ولكن يا حسره رئيس الحكومه شفنا هذيك النهار في المؤتمر ديالو كيقدم لنا الناس ديالو وكيتحاج مع بن كيران، وحنا اول دوله اجتماعيه في افريقيا، وحنايا بلا ما نتسناو 26 حنا من دابا. كيقول لك حنا من دابا سيدي باقا وكل نهار كنغلبوا تطلع لنا في الغلوبات، قال لك طلع لنا في الراس. هذا اخنوش الخطبه ديالو ديال داك النهار، قال لك حنا بلا ما نتسناو زعما 23 حنا رحنا من دابا
الانتصارات طلعت لنا قال لك في الراس كاع صافي حتى هذا الشيء طلع لنا في الراس بلا ما نتسناو 26. واحد كيتكلم في هذا النهار واحد الذكرى حزينه ديال العام على الزلزال والاحداث ديال الهجره كذا كتوقع. الهضره ديال هدف اليمين الشعب في اليسار ملي غادي يجي ينقز لنا هذا بيتاس غادي يهضر مع الشعب كانه وزير الداخليه ديال دريس البصري، والطريقه كيفاش كيهضر ومعبس بحال زعما ما عجبوش الحال، عند بالو زعما ما نعرف ربما مقنع عند بالو بحال الشعب صايب هادشي باش يعكر لهم الصفو. ودابا هادشي اللي كيقول لهم داك العقل، لانه الثقافه السياسيه ديال الناس اللي كيكونوا الفوق راها مع المده كتوصل على هذا المجتمع. كتلقى مثلا المجتمع كيغلي في وسائل التواصل الاجتماعي والاخر اش كيقول له، الاخر كيقول له هذيك هضره الفيسبوك. كتلقى مثلا واحد الحدث مثلا بحال الهجره ظاهره فيها الياس، فيها تخلف، فيها العجز ديال الحكومه، فيها العالم القروي الدقدق مره فيها بزاف ديال العوامل. بالاضافه غادي يكون استغلال ديال الخصوم، بالاضافه لكذا هو ما غادي يشوف داكشي الا تحريض وتفاهموا داروا جرائم ودخلت العداله ودخل الامن وطفى الامور وجمعوا طوي. هكا كيشوفوا الامور هما، راه هما بشكل وحنا بشكل. راه ملي الشعب كتعم الشكاوي راه واحد اخر كي ما عرفاش كيقول لك كيكون مفصول الجذور على صابع على المجتمع. واسهل حاجه قالاش كاين هذوك يا اما كيدفعوهم الخصوم واما كيدفعوهم بالكيران واما ما عرفش وين هو اللي كيدفعهم، او لا كيقول لك شي واحد صايب لهم شي حاجه في الفيسبوك صافي. هذا هو الخطاب قاعد كيتعاود واش عطى شي نتيجه؟ انا قلت لكم دابا هاد الغنان وهاد الكلام وهاد البوليميك وهاد الفعايل وهاد الشيء ديال الحكومه وهاد الاحزاب وداك الشيء، قلت لكم انا يقدر يسلك مع الجيل القديم اللي كان كيثيق في الاحزاب وكان كينتمي للاحزاب. بحال مثلا العهد ديالنا كان يستحيل انك تدوز من الليسي تطلع للكليه وانت ما عندكش فكر معارض اشتراكي او لا تكون يساري او لا تقدمي او لا ديمقراطي او لا استقلال. وكان ديك الساعه كان يستحيل الجيل ديالنا، وهذه خدمات الدوله وسببات واحد نسبه الاستقرار. يعني ولاو الملايين ديال الناس متبعين، دا غادي يكون تناوب، غادي يكون كتله، لا دابا غادي يطلع الاخر، لا بلاتي السلم الاجتماعي حقا لانه الملك مع اليوسفي داروا واحد المسائل. المهم كانت كتسلك، وكانت الانظار ديال المجتمع المغربي كانت دائما كتشوف العاصمه وكتكون واحد اللعبه وهي متبعاها، وحتى اللي مضرور من شي حاجه ولا هذا ولكن متبع كل شيء. تعلم بانه السياسه صبار وبانه لعبه انتخابيه وبانه هذا الجيل. ولكن هذا الجيل اللي جاي كيف قلت لكم انايا ما كيعرف والو، كيعرف غير مجموعه المطالب. الخطوره فين كاين؟ الخطوره هو انه انا ملي سمعت الكلام ديال هذه المجموعه ديال الشباب كتقول لهم واش ما كيمد تاكل صديقي، كيقول لك لا انا ماشي انا خصني الكرامه ديالي، انا خصني المهم خصني نعيش، انا خصني يعني تل المطالب اللي طالعه ماشي هي المطالب ديال اللي دازوا. انت كتهضر معاه كتقول له صديقي شو اللعيبه ولا المهم دير اي حاجه وانت غادي درجه كيقول لك انا ماشي الماكله. وكل واحد كيقول لا انا خصني نعيش، انا خصني كذا، انا خصني نكمل قرايتي، انا عندي الاحلام بالدماغ ديالي، انا عندي كذا، انا عندي كذا. شنو هادو شنو النتائج ديالها؟ وانا ديال هاد السياسه هذه ما بقى كيديها فيها حتى شي واحد، حتى واحد كتعرفو مكرد مره نقص قاعده من هنا نقص طلع لك الحزب، داز لك الهدد، داز الاقليم، داز الجهه، داز ديك الشيء، لغد لك كتلقى صايق ما نعرف وكاين لك ما عرف شحال وكذا وما عرف شحال وهادي وهاد النماذج كثرات بزاف. وزايدون الصحافه يوميا كتهضر يوميا بالفساد والمحاكمات الفساد وكل شيء والملايير وكل شيء قاعد كيهضر على الملايير. ها النتيجه ديالها هي هذه. ولكن قلت لكم انا علاش ركزت انا على الاحزاب السياسيه وركزت على الحزب الغالب، الحزب المسيطر اللي هو التجمع الوطني، اللي هو اخنوش، اللي هو غادي يطلع هاد بيتاس غادي يدير رئيس ناطق رسمي باسم الحكومه. وفي البالا وفي الكلام اللي كيهضر الطريقه باش كيهضر خصكم تاملوا عباد الله.
تأملوا، لأن راه حنا عندنا في الدماغ ديالنا شي واحد كيقول مثلا مدني أو لا كيكون عسكري، اوتوماتيكمون كنمشيو مثلا الجانب العسكري أو لا الجانب البوليسي أو لا الدرك ملكي أو لا يكون اللي كان بأن هادو كذا وهادو المدنيين سكنوا كرافطات وكذا وكذا وكذا. ولكن التجربة البشرية عطات بأنه العدوانية اللي كتخرج من السياسيين اللي كيكونوا مدنيين أشد اللي كتكون من عند السياسيين مدنيين، سيفي مع راساتو ومدني وما عمرو ما كيفهم لا في السلاح لا في والو، وما عمرو كان الداخليه، ما عمرو كان دار شي حاجه. كتشهد بانه السموم اللي كتكون في الادمغه هما كيفاش كيشوفوا الشعب. كتولي تحمد الله، كتقول بعد الحمد لله من ديك المسائل ديال السياديه في المغرب، انه النظام السياسي في المغرب ما كيخلي الاحزاب تدي والو من داكشي اللي هي المسائل المهمه، الخارجيه والامن وهذا والداخليه، ديك المسائل كتبقى بعيده على الاهواء ديال الاحزاب. اما لو كنت هذيك المسائل في الاهواء ديال الاحزاب، مثلا السجون والامن والاستخبارات، مصيبه. هادو عام لقاو حتى شي حاجه. جاب الله ربي عطاهم على الحكومه وعطاهم الرصاصه القاتله. شناهي؟ هي لكل شيء بداية نهاية. أي حاجة عندها البداية ديالها راه عندها النهاية ديالها. والمثل المغربي اللي كيقول لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. هادشي دابا اللي دايز هاد أخنوج وهاد السيطرة وهاد الحكومة وهاد المهم هاد كيفاش كيهضروا مع الشعب بيتاس وهاد الفخفاخه وهاد انا عندي مؤتمر واعر، انا عندي برنامج واعر، انا يا شبعت انتصارات، انا فعلت، انا ترك. هذا عنده النهايه، هادو دايزين عابر سبيل. المشكله اراك المستقبل كيفاش راه ديك النهار هضرت معكم قلت لكم راه خاص يكون واحد النقاش عميق ويكون هادئ بين مختلف المكونات ديال المجتمع. المكونات ماشي غير السياسيه، حزب اليمين والمعارضة، لا، المكونات كاملة، سواء كانت سياسية أو كانت اجتماعية أو كانت فكرية أو كانت مذهبية أو جميع المكونات الدينية. كل شيء خصو يكون حاضر ويدخل في نقاش عميق باش نشوفوا أشنو وقع في الماضي ونتجنبوه. الإخوان والأخوات، نكتفي بهذا القدر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.